السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة اشكال من الشوكولاتة تنفع لشغل التورت وتنفع اكتر لشغل الاونلاين. نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. احنا هنا يا بنات هنشتغل على اي حاجة بلاستيكة زي ما انت ما شايفاها كده. دي كانت دسوهات عندي من زمان قوي، وده المفرش السيليكون اللي احنا عارفينه، تقدري ترسمي عليه اللي انت عايزاه وتبدأي تشيلي براحتك واحدة واحدة. او ورقه فاكيوم يا بنات من اللي بيتلف على التورت، او ان انت تجيبي نتيجه وتحطي لها كيس يكون محمل شويه من البلاستيك وتبداي ان انت ترسمي عليه. كل دوت هيفي بالغرض. ولما تيجي تسيحي الشوكولاته يا بنات لازم تكون الكازارولا بتاعتك او البوله او اي حاجه هتسيحي فيها لازم تكون ناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه. وبعد ما بتسيحيها احنا بنسيحها على بخار ميه دافيه، وبعد ما بتسيحيها بتصفيها، بتخليش فيها ولا اي كتله من الكتل. تمام كده؟ وتحطي معلقه زيت هنا ومعلقه زيت هنا. اهم حاجه يا بنات ان ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. والمعلقه اللي تحطيها هنا ما ينفعش تتحط هنا، لازم يبقى معلقه هنا في اللون الاسمر ومعلقه هنا في اللون الابيض. وهتشتغلي باي بقى حاجه عندك، اكياس تلاجة، اكياس حلواني، زي ما انت ما عايزه. انا هنا جبت كيسين من اكياس التلاجة العادي، وبعدين بدات احط فيهم حبه من الشوكولاته السمراء وحبه من الشوكولاته البيضاء. ولو هتشتغلوا بيها يا بنات ما ينفعش تبقى مولعه قوي، لازم تبقى وسط، يعني لا تبقى سخنه قوي ولا تبقى يعني ساقعه قوي، تبقى يعني متكتله، تيجي تنزليها تنزل معاكي كتل، فما ينفعش. لازم تبقى سائله نوعا ما وما تبقاش سخنه قوي عشان ما تسخنش على ايدي. انا هنا قطعت الدوسيهات اللي كانت معايا واخدت منها الوش بتاعها بس. هشتغل على كله بقى، يعني انا مش هسيب حاجه مش هشتغل عليها. هنبدا بالرسمه اللي انتوا شايفينها دي. هبدا انزل من تحت اطلع فوق وابدا اقلب ايديا بالرسمه، اطلع فوق وانزل تحت واقلب ايديا اهو. بصوا يا بنات، انا جبت لكم دي بطيئه اهيت عشان تاخدوا بالكم منها. دي رسمه تانية برضو، يعني يا رب تكون الرسم كده موضح نفسه. وهتبداي برضو تحطي نقطه ارتكاز وتطلعي لفوق وتنزلي في نفس المكان وتفضلي تنزلي كده وتلفي بشكل بيضاوي. هيديكي برضو نفس الاشكال بس بطريقه مختلفه شويه. وزي ما عملنا فوق باللون الاسمر بالشوكولاته هننزل نشتغل تحت باللون الابيض بالشوكولاته البيضاء. تمام؟ زي ما عملنا فوق هنعمل تحت. تمام كده. الشكل اللي هناك ده برضو هنعمله بنفس الشكل، شكل بيضاوي بس على صغير. تقدري بقى تكبري الرسمه تصغري الرسمه، دي حاجه ترجع لك انت زي ما انت ما عايزه. اهو نفس القصه. الشغل ده يا بنات ينفع للبنات اللي بتشتغل اونلاين، يعني بيبقى حلو قوي بالنسبه لهم. يعني مثلا لو انت ما عندكيش ورق ترانسفير، انت طبعا مش هتعملي كل الكميه اللي انا عاملاها دي، انا بس بعمل لك كل الاشكال دي بحيث ان انت لو عجبك شكل منهم وحبيتي تنفذيه مش هياخد معاكي وقت، يبقى حاجه بسيطه كده. انما طبعا انا الفيديو ده اخد معايا وقت فوق الوصف ومتعب جدا جدا فوق ما تتصوروا. يعني الواحد لو هيزين او هيعمل طبخه معاكوا او اي حاجه بتبقى اسهل من الفيديو ده. فانت لو هتعملي هتنقي اي حاجه من الرسومات دي اللي تبقى بالنسبه لك اسهل لك، بحيث ان انت عايزه تحطي حاجه فوق التورته وتزيني بيها، دي تنفعك. عندك ترانسفير وملكيش دماغ للقصه دي، خلاص اشتغلي بالترانسفير. انا بس حبيت اديكوا فكره ان انت حتى لو ما عندكيش ترانسفير وهاويه كده زي حالاتي خلاص مفيش مشكله. تمام كده. احنا عملنا هنا بالخله، هنعمل بقى بالمعلقه. شايفين المعلقه الصغيره بتاعت البيكنج باودر بتاعتي دي؟ اهي نفس القصه. هتاخدي من تحت الاول نحط نقطه سمراء وبعد كده نقطه بيضاء ونبدا نشتغل سحب لفوق. هنا برضو هنعمل نقطة دايرة. الدواير دي يا بنات لازم تبقى ماسكة في الدايرة اللي تحت. لو عملت كل دايرة منفصلة هتلاقيها كلها اتفصصت من بعضها. انا لما بعمل الدايرة ركزوا كده اهو كله نازل على نقطة ارتكاز اللي تحت دي. افضل اطلع زي ما انتم ما شايفين كده بالدوائر بس بنزل لنفس النقطة هي. تقدري بقى تصغري الحجم، تقدري تكبري الحجم. انا عملت لكم حبة صغيرين وحبة كبار. هنا بقى هنعمل شكل الايه اللي زي الوردة كده. تمام؟ صغير بقى كبير زي ما انتم عايزين. وتقدري طبعا تظبطي ايدك عن كده شويه، انا بس عشان بشتغل بسرعه. اي نعم انا مجريه الفيديو بس انا في هنا فعلا كنت بشتغل بسرعه. وتبداي تملي الفراغات بتاعه الشوكولاته السمراء بالبيضه كده. وتقدري تلوني الشوكولاته البيضه دي تعمليها مثلا لون فوشيا، لون ازرق، لون اخضر، زي ما انت ما عايزه. تمام كده. برضو هتعملي هنا نفس ما عملتي في كل ايه في الاولانيه والتانيه. تمام كده. بالخله بقى تبداي ايه تخلي اللون الابيض يتوزع في كله عشان ما تبقاش متركمه في مكان واحد. وهنا برضو نفس القصه. هنملى برضو التانيين كده بنفس الطريقه. بس كده خلاص. عايزه بقى ترسمي باللون الابيض براحتك، ترسمي باللون الاسمر وتعكسي التلوين من جوه مفيش مشكله. وهنا هنعمل شبابيك من الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، زي علامه الهاشتاج يا بنات. يعني 3 بالطول و3 بالعرض، او 4 او 5 زي ما انت ما عايزه.
حسب ما تيجي معاكي. ده بنستخدمه في التورت، زي مثلا ما تكوني هتعملي سور مثلا للجنينه ولا حاجه. انا مره كنت عملتها بس مش عارفه ما نزلتها لكوش من في الفيديو الاولاني اللي انا كنت منزله لكم فيه التورت. كنت عامله تورتايه فيها ايه، فيها اسوار كده، فانا عملت الشوكولاته ديت، ادتني شكل جميل جدا، وكنت ملونه كمان الشوكولاته، كنت عاملاها بشوكولاته بيضاء. هنا برضو هعمل اشكال بالطول زي ما انتم ما شايفين كده، بحيث ان هي تديني شكل الاسطوانه. هوريها لكم دلوقتي يا بنات لما نفكها مع بعضينا. هتبداي تقطعيها بقى كده عشان تديكي اتنين، وممكن تقطعيها بعدين، يعني انت ممكن تلفيها زي ما هي كده وبعدين تسخني سكينه وتقطعيها اتنين، مفيش مشكله. تربطيها بقى بكيس بلاستيك زي ما انت ما شايفه كده، او ان انت تربطيها باستك، يعني تحطي لها استك عادي مفيش مشكله. بصوا يا بنات بقى، هنا انا الشوكولاته هنا كانت عندي شبه سخنه، حساها سخنه، المفروض ما كنتش اشتغلتي بيها كده بقى. اوعوا تشتغلوا بالشوكولاته سخنه او تشتغلوا بيها بارده قوي، هتتعبكم. انا عاملاها كده عشان هوريها لكم، هتنيها دلوقتي. انا بعمل لكم الشكل الكبير منها وهعمل لكم منها الشكل الصغير. اللي احنا بنعملها ايه، بتبقى عامله زي السوست كده، بنحطها فوق التورتايه. ادي ورق الفاكيوم اهو يا بنات، لو عندك تقدري تشتغلي عليه برده. لو ما عندكيش اللي هي الدسوهات القديمه اللي زي كده مفيش مشكله، اشتغلي على الورق الفاكيوم ده لو عندك. او لو نتيجه وحطيت عليها مشمع يكون تقيل مفيش مشكله. انا خدت حبه هنا كده وفردتهم زي ما انتم ما شايفين بالسباتيولا الصغيره دي، وهنسحب كده بالزجزاج اللي هو السكرابر الزجزاج. هظبط لكم بس الكاميرا، ونبدا نشيلها، ننضف الرخامه ونعوجها بقى عوجه صغيره كده ونسيبها تنشف على كده عشان برضو نحطها فوق التورته. كل الاشكال دي يا بنات ما فيهاش اي صعوبه. اهو بصوا خلاص هي كده مسكت نفسها. لما بنشتغل في الشتاء يا بنات بيبقى احسن 1000 مرة. الشوكولاته في الشتاء بتمسك على طول وبتشغلك على طول، بس برضو لو مسكت معاكي بتقعدي تضطري ان انت تصحيها كل شويه، عذاب برضو بصراحه. فانت لو هتعملي، نصيحه من اختك، اعملي اللي على قدك بس، ما تعمليش الكميه دي انا عاملاها لكم فيديو بحيث ان انتوا تنقوا الاشكال اللي انتوا عايزينها. لكن لو انت عجبك شكل من الاشكال دي مش هياخد يعني مثلا زي الشكل اللي في ايديا ده، مش هياخد منك وقت طويل خالص، هيتعمل معاكي بكل سهوله، لان انت هتبقى عامله حاجات بسيطه. خلاص كده نشيل بقى كل دوت ونحطه كده في صاج، وتقدري تحفظيهم في علبه محكمه الغلق. عارفين مناديل المطبخ يا بنات اللي احنا بنقلي عليها؟ بتحطي تحت في الارضيه مناديل من المطبخ ديت، وبعدين تحطي عليها شويه الشوكولاته اللي انت عملتيها ديت، وبعدين تحطي فوق منها مناديل مطبخ تاني، يعني ما بين كل طبقه وطبقه بتحطي مناديل مطبخ، بس اللي هي بتبقى مفروده زي اللي انتوا شايفينها اللي انا بشيلها دي. لكن اللي بتبقى مقوسه دي مش هينفع تحطيها وتحطي فوق منها حاجه، لانك لو حطيتي فوق منها حاجه هتتكسر. ليه بقول لكم يا بنات مناديل المطبخ؟ عشان ما تعرقش معاكي. المناديل دي بتاعت المطبخ بتمتص اي رطوبه او اي عرق. تمام كده. انا الكور اللي انتوا شايفينها قدام ديت هعملها معاكم تاني عشان انتوا ما شفتهاش، كنت عملتها في الاول. الاشكال اللي احنا عملناها هي بعد ما مسكت نفسها والله يا بنات بتبقى شكلها شيك جدا على التورته. ان شاء الله هعمل معاكم تورت باذن الله بالاشكال دي، لان انا الفيديو دوت كنت عاملاه من مده، يعني انا عندي شويه فيديوهات كتيره على التليفون، فانا ببدا انزلها، او انا مش بنزلها بالترتيب بصراحه، بنزلها واحده واحده. ديت اللي احنا كنا عاملينها اللي هي اسطوانه. تمام كده. اما تيجي تشيليها بقى وماسكه معاكي هتعملي كده، هتاخدي جزء من الجلاد اللي انا جايباه دوت، او من اللي هو الاجلاسير دوت، وتبداي تزحزحي بايدك كده لحد ما ايه ما تطلع معاكي. هنا بقى انا عملت ايه، الوزه او البطه اللي انتوا شايفينها دي او البجعه، بجيب شوكه زي ما انتوا ما شايفين كده واسحبها لفوق عشان تديني شكل الديل بتاع الوزه او شكل الديل بتاع البطه، ايا كان بقى الطائر اللي قدامكم ده. احنا الجزء ده هيبقى ثابت تحت، وتبداي تعملي بقى رقبتها اهي زي ما انت ما شايفه كده. عارفين رقم 2 بالانجليزي يا بنات؟ رقم 2 بالانجليزي كده هتكتبيه، بس ممكن تعمليه من فوق كمان، مش لازم تنزلي زي ما انا ما عملت من تحت كده، لا انت ابدأي من فوق برقم 2، وبعدين اعملي راسها واعملي بقها زي ما انت ما شايفه كده، هتديكي شكل البطه او الوزه او البجعه، ايا كان الطائر اللي انت عايزه تعمليه. تمام كده. وتعملي له بقى ايه، بقه من قدام كده، يعني تمدي كده حته صغنطوطه. بصي خليكي معايا بقى في الحته دي اهي، انا مديتها كده لقدام سنه صغيره، وتبداي تحطي العينين على اللون الاسود باللون الابيض، وباللون الابيض تحطي العينين بتاعتها باللون الاسود، بس عشان العين تبان، لانك طبعا لو حطيتي بالابيض مش هتبان، مش هتاخد معاكي وقت، هتنشف على طول. هنعمل شكل تاني برضو للوزه ديت او للبطه دي، هعمل لكم بقى بطه اللي هو البط الصغنن. عارفين البط بتاع توم وجيري الصغنن ده؟ هعمله لكم، هيبقى شكله جميل جدا. انا هنا بقى خدت ايه، زي ما قلت لكم اهو، بالخله كده نقطه صغيره وحطيت لها العين بتاعتها. وهنعمل بقى البط نفس الشكل ده باللون الاسمر اهو، بالشوكه كده نسحبها على جنب، وتقومي سحبه ايه لفوق كده، وتحطي رقم 2 بالانجليزي. عارفين يا بنات لو هتسيحوا 100 جرام من الشوكولاته هيعمل لكم الاشكال اللي انتوا عايزينها. يعني مثلا انت عايزه
تعملي شكل الوزه ديت عشان هتحطيها على التورته. 100 جرام دي هتكفي وزياده، يعني هتفيض معاكي، مش هتاخديها كلها. ممكن تبقي شايلاها بقى بحيث ان انت ايه، تعملي بيها جناش او تعملي بيها حاجه. انت بس هتعملي يا دوبك الشكلين دي، ما بتاخدش كتير جدا. انا في الاول لما سيحت معاكم ليه عملت بزياده؟ عشان انا هعمل الفيديو معاكم، فلازم يبقى ايه عندي شوكولاته بزياده وايه وموجوده، بحيث ان انا لما اجي اشتغل مش كل شويه اقعد اسيح. لكن انا بتكلم عليكم انتوا مش هتحتاجوا شوكولاته كتير. بصوا بعد ما طلعت بقى شكلها جميل جدا. هنعمل شكل تاني، هنفرد كده بالاسباتيونه. وطالما بقى بتشتغلوا في حته صغيره كده من البلاستيك او المشمع او اللي هو مش الترانسفير عفوا، اللي هو الفاكيوم، اللي يبقى اللي بتفردي بيه اللي هو السكرابر ده يبقى صغنطوط، لان الكبير ده هيتعبك جدا. طالما الحاجه صغيره خلاص. وتبداي تقطعي زي ما انت ما شايفه كده، برضو نفس الشكل اللي احنا عملناه من شويه بالمشط اللي هو المشرشر ده. هنعمله برضو بنفس القصه اهو، عوجناها وحطيناها. هتديكي بقى الشكل الاكبر منها. التانية كانت مقاسها ايه رفيع كده، لا دي هتبقى مقاسها تخين شويه. تمام كده. الشكل ده هنعمله مع بعضينا دلوقتي، اللي انا كنت ايه عملته من قبل ما ابدا معاكم الفيديو. هحط نقطه كبيره كده زي ما انتم ما شايفين. تمام كده، في كل مكان كده هنحط نقطه. وتجيبي برضو نفس الاجلاسير وتحطيه فوق، تضغطي ضغطه خفيفه. هتضغطي ضغطه خفيفه هتديها لك الشكل صغير زي ما انتم ما شايفين. هتضغطي جامد هتديها لك كبيره جدا، وهتديها لك رقيقه ورفيعه. تمام كده. لو عايزاهم كلهم شكل واحد ومقاس واحد، وتسيبيهم ينشفوا كده. خلاص الوزه دي نشفت معانا، اللي هي سواء البيضه او السمره. بصوا يا بنات شكلها جميل جدا. هعملها معاكم في تورته ان شاء الله هتشوفوها. وعلى فكره انا عملت تورتايه لسه عاملاها معاكم على القناه، لونها كده اخضر فاتح، لون زرعي كده. كنت حاطه لها شوكولاته. الشوكولاته دي هتشوفوها معايا في الفيديو، سواء الفيديو ده او الفيديو اللي جاي. انا عامله فيه فيديوهين تاني يا بنات تكمله الايه الجزء ده، بس انا حاولت ان انا اقصره لكم لانه هيبقى كبير جدا عليكم، فمش عايزاكم تزهقوا. فلو عايزيني انزله تمام قولوا لي في التعليقات انزله، مش عايزين واكتفيتوا بالفيديو ده خلاص مفيش مشكله مش هنزلهم، وكفايه عليكم الفيديو ده. وتبداي تعملي بقى الشوكولاته كده طوليه وعرضيه، طوليه وعرضيه، او سمبوكسه كده بالجنب زي ما انت ما شايفه، بحيث ان هي تديكي الشكل اللي انت هتشوفيه معايا دلوقتي. هنعملها اسطوانه هتطلع هتبقى تحفه اهي. بصي هتلفيها بقى خلاص، الشوكولاته دي هتشال، كل ده هيتشال اللي على الرخامه اهو. الفها كده لفه صغيره، وابدا ان انا اربطها او اعملها بالاستك. الفيديو ده يا بنات هيبقى محفز قوي للبنات اللي بتشتغل اونلاين، هينفعها قوي قوي. وبالنسبه للست البيت برضه هينفعها وكل حاجه، بس طبعا هو بيبقى مهم جدا اللي بيشتغل اونلاين. تمام كده. للي هاوي، لان في ناس ما عندهاش وقت، لكن اللي هاوي دوت بقى ده حاجه تانية. بصوا بعد ما طلعت بقت مدياك الحجم الكبير ازاي، وتقدري تصغري الحجم. تعملي بقى ورقه الترانسفير تبقى اصغر من اللي انا عاملاها دي. والتانية طلعت معانا اهي. بصوا قمه في الجمال، الدواير طالعه كلها مقاس واحد، ولا واحده رايحه يمين ولا واحده رايحه شمال، الدايره طالعه مظبوطه وزي الفل. هبدا انقلهم انا كده في الصاج على ورقه بيضه، بحيث ان هي تظهر معاكم وتشوفوها. بصوا الجمال. هبدا بقى يا بنات اعمل معاكم اللي هو ايه البط الصغنن دوت اللي بيبقى في الفيلم الكرتون بتاع توم وجيري. هتشوفوها يبقى شكله جميل ومنمنم وحلو قوي. بصوا اهو زي حرف الواو كده، بس ايه يعني واقفه وناشفه كده شويه. حرف الواو ناشف. بصوا عامله ازاي، ما فيهاش اي صعوبه، دايره وتسحبيها لتحت، دايره وتسحبي لتحت. وممكن تعملي البطه الصغنونه دي كلها بنفس اللون، بس انا حبيت ان انا اعملها نص كده ونص كده. بصوا عامله ازاي، عامله لها كانك عامله لها علامه صح. الجزء اللي تحت ده كانك عاملاها علامه صح، بس بتبقى تخينه شويه. شايفه عامله ازاي، بتلفيها من تحت كده بحيث ان هي تديكي الشكل اللي هو ايه بتاع جسم البطه من تحت اللي فيه الريش. وبقها دوت يا دوبك تحطي بس حته صغيره خط كده بميل، هيديكي نفس الشكل بتاع البطه بالظبط. والصغير ده يا جماعه قمه في الجمال والله، شكله عجبني قوي يمكن اكتر من الكبير. شكله منمنم كده وحلو. تمام كده. هنعمل برضو زي ما عملنا فوق هنعمل تحت، ما فيهوش اي صعوبه. شايفين يا بنات الفيديو كده موضح نفسه؟ يا رب يكون سهل بالنسبه لكم، وان شاء الله تعرفوا تعملوه. وبرضو يا بنات انا بعيد عليكم تاني، انتوا مش هتعملوا الكميه دي كلها. انتوا كل اللي هتعملوه اللي انتوا هتنقوه بس، يعني حاجه تعجبكم من الفيديو فتبداوا تعملوها. هتسيحوا بس 100 جرام من الشوكولاته عشان تعملي الشكل اللي انت عايزاه، مش هياخد معاكي وقت. ولو عايزاه يجمد بسرعه طبعا انتوا عارفين في التلاجة على طول او في الفريزر. اهو هاخد بقى ايه نقطه كده من الشوكولاته اللي هي السمراء، احطها لايه لعينين البطه. هعملها برضو معاكم في تورتايه، هتبقى جميله جميله جميله. شكلهم هم قاعدين كده، ويا سلام بقى لو رحتي حاطه لهم جليز ازرق كده في الارضيه على التورتايه، كانهم بط كده بيعوم في قلب الايه في قلب الميه. تمام كده. خلاص كده خلصناه. نحطه على جنب بقى يبدا ان هو يمسك نفسه شويه.
ونبدا بقى نفك الايه الاسطوانه اللي احنا عملناها الكبيره دي. بص هي هتاخد وقت شويه، لما اجي افكها تغلبني هفصل وهرجع لكم تاني. هتبداي تلحلحيها كده واحده واحده عشان ما تتكسرش، لان الشغل ده بيتكسر. بصوا بقى هتجيبوا سكينه كده سخنه، او ان انت تسخنيها على البوتاجاز وتبداي تقطعيها بقى على 3 على 2 براحتك، على 4 براحتك زي ما انت ما عايزه. وتجيبي فوطه جنبك تبقى مبلوله، بحيث ان انت بعد ما تطلعي كده تقطعي بالسكينه تقومي ماسحه على طول، علشان لما تيجي تقطعي تاني مره، او لو حطيتي الشوكولاته على النار هتبدا تعمل ريحه مش كويسه وتبدا تسيح على العين بتاعه البوتاجاز. فمن الافضل ان انت تمسحيها، يبقى جنبك فوطه مبلوله وتمسحي على طول فيها. خلاص كده بقى البط بتاعنا هو مسك نفسه كده واتجمد. الفيديو ده يا بنات انا كنت مصوراه في الشتاء، عشان كده تلاقي الحاجه بتمسك بسرعه. بصي شكله جميل ازاي، والله شكله تحفه، احلى كمان من الكبير، شكله لذيذ فوق الوصف. كده دي خلاص بقى الايه الكور اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين كده، ما كنت بحط نقطه كده واضغط عليها. هنبدا بقى ايه نسخن القمع بتاعنا دوت او التيب بتاعنا دوت، بحيث ان هو ندوس كده دوسه صغيره يدينا الاشكال اللي انتم شايفينها دي. مش عايزه الاشكال كده، سيبيها ساده. ايه رأيكم بقى يا بنات؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. عملنا كل الاشكال اللي انتوا شايفينها قدام عينيكم دي، وعملناهم بطريقة سهلة وبسيطة. انا مش هكدب عليكم يا بنات واقول لكم ما بياخدوش وقت، لا بصراحة بياخدوا وقت جامد جامد جامد، لاني انا عاملة كمية كبيرة. لكن لو هتعملي حاجة واحدة من الحاجات دي، يعني مثلا زي الاشكال اللي انا وريتها لك دلوقتي اللي شبه الكرة الارضية دي، لو هتعمليها مثلا ب 100 جرام من الشوكولاتة مش هتاخد في ايدك ثواني. يعني لو قلت دقيقتين هتقولي يا سومة ده كتير قوي دقيقتين، هي فعلا مش هتاخد الوقت ده كله. جربوا يا بنات اي شكل من الاشكال دي ب 100 جرام من الشوكولاته زي ما قلت لكم، وان شاء الله هتطلع معاكم تحفه باذن الله. لو حاجه وقفتي فيها ارجعي للفيديو تاني وشوفيه معمول ازاي، هتعمليها بكل سهوله. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه باي معلومه. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك والشير لكل حبايبك. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.